فيه ناس بتتولد طيبين، بس الطيبة ساعات بتتحول لوجع. عمرك حسيت إنك دايما اللي بيساعد؟ وعمرك سألت نفسك ليه لما بتحتاج مفيش حد حواليك؟ أنا كنت الشخص ده، والنهاردة هحكي لك إزاي اتغيرت من شخص الناس كانت بتستغله لشخص محدش بيجرؤ يقرب من حدوده. وده مش شطارة، ده سر نفسي بسيط بس تأثيره رهيب. اسمعني للآخر. أنا طول عمري بحب أساعد، بحب أشيل هم الناس، أسمعهم، أكون جنبهم وقت الشدة. لما حد يطلب مني حاجة حتى لو مش قادر بعملها، والناس كانت بتضحك لي، تمدحني وتقول إني أطيب قلب. بس في الحقيقة أنا كنت بتسحب. واحدة واحدة بقيت بقدم نفسي على طبق وبيدوسوا عليه من غير ما يحسوا. كنت فاكر إني لما أرضي الكل هكون محبوب، بس الحقيقة اللي بيحاول يرضي الكل بينكسر أكتر من أي حد. يومها كنت محتاج حد يسمعني، مش محتاج فلوس ولا مجهود، بس أذن صاغية. كلمت أقرب حد ليا وقلت له أنا محتاجك، تعبان ومش قادر أكمل. رد عليا بكلمة واحدة: طب ما أنت دايما بتتصرف. اللحظة دي كانت زي صفعة على وشي، حسيت إني مجرد أداة مش إنسان. قفلت المكالمة وقعدت في أوضتي بالساعات، أسئلة كتير بتخبط في دماغي. ليه بيعملوا فيا كده؟ هو أنا السبب؟ هو أنا فعلا بلا قيمة؟ بدأت أقرأ وأسأل وأدور على أي حاجة تساعدني أفهم، ولقيت كلمة واحدة كانت كأنها مفتاح لباب كان مقفول جوايا: الناس بتحترم اللي بيعرف يقول لأ، مش اللي بيقول حاضر على طول. أنا كنت فاكر إن الطيبة السلوى الرضا الناس، بس الحقيقة الطيبة من غير حدود السلوى الضعف. وأنا ما كنتش ضعيف، أنا بس ما كنتش بعرف أحمي نفسي. بدأت أفهم إن حدودي هي اللي بتحميني، وإن اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك، واللي مش بيحترمها مكانه مش في حياتك أصلا. أول خطوة عملتها كانت أصعبهم. بدأت أقول لأ. لأ لما حد يطلب حاجة فوق طاقتي، لأ لما حد يدخل خصوصيتي، لأ لما أحس إني بتضغط غصب عني. في الأول ناس اتضايقت، قالوا لي اتغيرت، بقيت مغرور، فين طيبتك؟ بس عارف إيه اللي حصل؟ كل اللي كان بيستغلني اختفى، واللي فضل بدأ يحترمني. بقيت شخص ليه كلمة، ليه وقت، ليه حياة. الطيبة فضلت، بس بقيت ليها بوابة، بوابة اسمها أنا أختار مين يستحقها. لما بدأت أعيش بحدود اكتشفت نفسي من جديد. بقيت أركز على راحتي، على أحلامي، على حياتي. بقيت أعيش باحترام مش خوف. بقيت أساعد لما أكون عايز مش لما أكون مجبر. عرفت مين اللي بيحبني بصدق ومين كان بس بيستفيد من وجودي. واكتشفت إن القوة مش في إنك تبقى قاسي، القوة الحقيقية إنك تكون طيب، بس طيب واعي، طيب عارف قيمته. لو انت دلوقتي بتحس انك بتتكرر في نفس الدايرة، بتدي وتدي ومفيش مقابل، افتكر الناس مش هتقدرك إلا لما انت تقدر نفسك. قول لأ لما تحس انك لازم. مش كل الناس تستحق مجهودك. خليك طيب بس ما تبقاش سهل. خليك محترم بس ما تبقاش مضحوك عليه. حب نفسك علشان هي اللي هتفضل معاك للآخر. شاركني في التعليقات، ايه أكتر موقف حسيت فيه انك كنت ضحية؟ وهل قدرت تغير؟ لو الفيديو ده لمسك شاركه مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه، واعمل لايك واشتراك علشان القصة الجاية أقوى.